السلام عليكم خياتي، كراكم دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتمنى ان شاء الله فيديو تاعنا اليوم يلقاكم باحسن الاحوال يا رب. اليوم ان شاء الله جيت باش نشارككم اولى وصفات رمضان الفضيل ان شاء الله. وصفه عنها اليوم وصفه معسله رائعه وبنينه بالبزاف. غادي هذه الوصفه نهنيك من شراء تاع القلب اللوز وما تشيش زلابيه. ما عليك غير تجربي هذه الوصفه. ودابا نشوفوا فيديو تاع نهار اليوم ونشوفوا وصفه تاع نهار اليوم. نقول لكم البنات ما تنسوش الصلاه والسلام على رسول الله، وكذلك ما تنسوش تشجعوني بلي جاوبوا لي كومونتير هكا تحفزوني اكثر واكثر. نبدا بسم الله على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير. اول مرحله نروحوا المقادير. هذه الوصفه فيها مرحلتين. المقادير شنو نحتاجو ومن بعد نقول لكم المراحل. نحتاجو كميه من القطايف حوالي 250 غرام تاع قطايف. هنا القطايف تاعنا بعد ما حليناهم مليح. ونحتاجو بياض 2 حبات بيض حتى 3 حبات بيض على حسب الخليط تاعنا. نحتاجو مبشور حبه ليمون، ملعقه كبيره تاع فانيليا، وعندنا 2 مغارف كبار تاع دهان تكون طريه، وعندنا كذلك 2 كيسان تاع مكسرات. نتوما المكسرات اللي عندكم تقدروا تخدموا بهم. كيما انايا درت كاس تاع كوكاو اللي يكون محمص ومرحي، ومعاه كاس تاع لوز يكون محمص ومرحي. وانتم تبغوا ديروا غير 2 كيسان كوكاو لكم الاختيار. كيما تبغوا ديروا كاس تاع كوكاو مع كاس تاع جنجلان تاني كتجي احسن واحسن. ونحتاجوا حوالي رشه صغيره فقط من خميره الحلويات. ونحتاجوا بطبيعه الحال هنايا السمن اللي كنا ذوبناه حوالي 125 غرام سمن ولا زبده. نروحوا دروك لطريقه التحضير. نوضوا اول مرحله اللي غندخلوا بها هذه الحلوى تاعنا. نروحوا بسم الله المرحله الاولى. هنايا نحاولوا اننا ننوعوا الانواع تاع القطايف ونديروا قطايف بطريقه اخرى. المرحله الاولى شنديروا؟ عندنا هنايا القطايف تاعنا اللي كنا جبناهم حليناهم مليح، وانتم الاخوات هادو الغلاط كاع قلعوهم. واللي عندها اشواق تقدر تفوتها في الاشواق، نحتاجوها تكون مفتة. نحتاجو ملعقه كبيره تاع فانيليا. الفانيليا شو الدور تاعها في القطايف انها تعطيها لون شباب. كما نعرفوا القطايف تاعنا ما فيه اي ذوق، بصح لا فاني تعطيها ريحه شابه. وكذلك كي تكثري زعما الكونتيتي في لافاني في القطايف تعطيها احمرار شباب. دوك نحاول ان ندخلوا هذيك لافاني مليح في القطايف تاعنا. هنا في المقادير نسيت ما ذكرتكمش انني نحتاج حوالي مغرف ولا 2 تاع ماء الزهر. كما نعرفوا القطايف تاعنا يحتاجوا شويه تاع ماء زهر. نحتاج حوالي ملعقه ولا 2. اللي ما عندهاش تقد تعوضها ب2 مغارف تاع ماء فقط. بصح كما نعرفوا الماء زهر يعطينا ريحه شابه بزاف للخليط تاعنا. هنايا ندخلوا مليح ديك الفانيليا ونولي معكم. نجيبوا الخليط تاعنا بعد ما خلطنا ديك لافاني مليح. نديروا حوالي 2 مغارف كبار تاع ماء الزهر، من 2 حتى 3 مغارف نتوما على حساب الريحه اللي تبغوها. كاين بزاف يبغي يذوق بزاف ماء الزهر، بصح في هذه الكميه نحتاجو فقط 2 مغارف تاع ماء الزهر. نحاولوا ان ندخلوا هذاك ماء الزهر مليح في داك الخليط تاعنا، ونجيبوا هذيك الكميه تاع السمن اللي كنا ذوبناه ولا الدهان كما تبغوا. حاولوا ان ندخلوه مليح ثاني في الخليط تاعنا. هنا بعد ما دخلنا هذيك كامل ديك الكميه تاع العدام تاعنا في القطايف تاعنا، دوك هنا في المرحله في هذه المرحله تقعد لكم اختياريه. لكن نتوما من الناس اللي تبغوا كيما حنا نقولوا التزيين وحاجه شابه وكاع تخدموا في هذا الليمون. نحتاج هذا الليمون دينا حبات فرديه ومام طون كيما نعرفوا ناكلوا حبه نكملوها. ديروا حبيبات صغار ولا من الاخوات اللي ما يبغوش الاخر كيما هكا يديروها ديريكت في بلا خطره واحده ويفرشوا ديريكت القطايف تاعنا. بالنسبه للحجم تاع البلا اللي يجي فيه ديك الكميه تاع القطايف نحتاجو بلا فيه 25 على 25 هكا باش يدينا سوا مع المقادير. انا يبغى نديرها حبيباتي يكونوا فرديين تجي حاجه بريزونطابل. كما نعرفوا كما كتشوفوا نوزعوا ديك الكميه تاع القطايف بهذه الطريقه بهذا الشكل. نحاولوا اننا نخلو فراغ في الوسط باش نديروا الحشو الداخل فيه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا بهذا الشكل كامل. ونجيبوا هنايا كيس بلاستيكي ديجا راني خارمه به دايره فيه هذاك المول باش نسووا السطح تاعنا كامل بهذا الشكل.
انا غادي نكمل بهذه الطريقه، نكمل كامل الحبات ومن بعد نولوا مع بعض باش نخدموا لا فارس تاعنا. هنا بعد ما شكلت كامل الحبات دوك في هذا الوقت غادي نخليهم يريحوا على جهه ونروحوا نخدموا مع بعض الحشو تاعنا. بالنسبه للحشو تاعنا اش نحتاجو، نعاود لكم المقادير. قلت لكم زوج بياض بيض من زوج حتى ثلاث حبات، نديرو معاه مبشور حبه ليمون، ونديرو معاه زوج مغارف كبار تاع دهان ولا سمن يكونوا دايبين. انا في المقادير وريتهم لكم ماشي دايبين، ذوبتهم وخليتهم يبردوا نخدموا مع بعض. دروك هنايا ما تحقوا لا باطا ولا والو، فقط بالفوي باليد ندخل. دروك نضيفوا لها كاس تاع كوكاو اللي يكون محمص بقشور وملحي، ومع كاس تاع جوز اللي هو حنا نقولوا له كركاع وانتم كاين اللي يقولوا له جوز. تبغى ديري لوز، تبغى ديري فقط الكوكاو، لكن الاختيار. نديرو رشه خفيفه فقط من خميره الحلويات، مانيش باغيينها تطلع لنا بزاف، رشه خفيفه بهذا الشكل، رشه خفيفه فقط. كما كتشوف في هذه المرحله ما بغاش نقلع لكم نقسم لكم الفيديو. هذه المرحله الخليط تاعنا شد روحه بزاف، دوك هنايا نضطر انني نزيد بيض الحبه تاع بيض الثالثه. هنايا كاين على حسب البيض تاعكم، كاين اللي حبته كبيره تحقي فقط 2، كما انا البيض تاعي حبته شويه صغيره ندير 3 تاع بياض البيض. دوك انا نجيب حبه بيض البيض ونكملوا مع بعض الوصفه تاعنا. هنا بعد ما زدتها بياض حبه بيض ثالثه، شوفوا القوام اللي تحصلنا عليه، ما يكونش جاري بزاف. المهم هذا هو القوام اللي تحصلوا عليه، ما تخافوش منها الا كان جريتوها شويه عادي. دوك شنو غادي ندير، نجيبوا الليمون تاعنا اللي خدمناه مع بعض كيما تشوفوا، ونبدا نعمر في الحبات تاعو بهذا الشكل. كما كتشوفوا نجيبوا الليمون تاعنا ونبدا ندير في كل مول حوالي ملعقه صغيره تاع هذا الخليط اللي خدمناه مع بعض بهذا الشكل. كما نعرفوا ندير شويه خميره الحلويات غادي تفخلنا غير شويه فقط بهذا الشكل. انا غادي نكمل بهذه الطريقه حتى نكمل كامل الحبات ونولي لكم. هنا بعد ما وجدت كامل الحبات ودرتهم في بلا، دوك شنو غادي ندير في هذه المرحله، نشعل الفرن تاعي يسخن درجه حراره 180 وندخلوا الحبات تاعنا يطيبوا. هنا كما كتشوفوا النصف درت له شويه كوكاو ايفيلي من الفوق، والنصف نورمالمون نديرو الجوز باسكو لا فاس تاعي درت فيها الجوز، انا ما كاش متوفر عندي، درت فقط حبيبات تاع لوز. غادي نطيبهم كي يطيبوا هما حامين نعسلوهم بحسن يكون خفيف، وندخلهم يطيبوا مده الطهي على حسب الفور تاعك. طيبوا لكم من 10 حتى ربع ساعه، ممكن حتى 20 دقيقه على حسب الدرجه تاع الاحمرار اللي تبغوا. انا غادي ندخلهم يطيبوا بعد نولي معكم. بعد ما طابوا لي المعسل تاعي دوك هما حامين، قلعتهم من المول. تبغوا تعسلوهم في المول ديال تخليهم يشربوا، لكن بغيتهم حلوين بزاف ولكن بغيتهم ناقصين شويه حلاوه، قلعوهم من المول وعسلوهم كيما راني ندير كيما هكا بهذه الطريقه. كل حبه ندير فيها مغرف تاع عسل باش نقطايف عليها، ما عسلناش بالشربات، خاطر كنت تعسلوا بالشربات الطايف تاعكم يطرى وما يجوكمش شاربين. انا نفضل نعسلهم بالعسل يكون شويه ماشي ثقيل بزاف باش يجونا يقعدونا اطول مده مقرمشين ويقعدونا ماشي حلوين بزاف. انا غادي نكمل بهذه الطريقه نعسل كامل الحبات ومن بعد نتلاقوا نشوف الوصفه تاعنا نهار اليوم في شكلها النهائي. وكان هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاعنا نهار اليوم. بعد ما قدمناها بهذا الشكل اللي درناها بالكوكاو ايفيلي، درنا لها ليسيغوس باش كاسي اللون، والاخرى خليناها عادي بالحبات تاع اللوز. ومن بعد هنا باش نتحصلوا على هذيك اللمعه تقعد شابه توجور قاعده في المعسل تاعنا، من الاحسن انكم ديروا شويه ناباج مع شويه عسل وتشكلوها بهذا الشكل وتطلوها من الفوق. هنا بالنسبه للاخوات ملاحظه، بالنسبه للاخوات الا كان باغيين هذه المعسله تجيكم تكثر بالعسل وحلوه بزاف، القطايف تاعكم بيتوهم في المول تاعهم بيهم بالعسل، ولا كان تبغوها شويه شويه ماشي معسله بزاف كي تعسلوها ديروا كيما انايا درتها في الشباك وعسلتها.
هنايا نقسم لكم حبه باش تشوفوا الوصفه كي تجي دايره من الداخل، تجي معلكه وتجي شاربه العسل حتى للداخل. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاعنا اليوم تكون عجبتكم، نتمنى ان شاء الله تكون خفيفه ظريفه عليكم. دوك ما لي نقول لكم الى الملتقى، الى وصفات اخرى ان شاء الله.